مساء الفل عليكم، يا رب تبقوا بخير. النهارده الأربع 24 ديسمبر 2025. كنت عايز أجاوب على سؤال حلو وصلني النهارده بخصوص موضوع إن هو يعني زي إيقاف إصدار الفيزا لفايزين اللوتري بتاع الدفعة دي في 2026. في واحد من اللي متابع ملفاتهم معايا سألني سؤال جميل جدا، حابب أجاوبه لأن فعلا ممكن يجي في دماغ كتير قوي. بيقول لي انا عندي، وهو عنده مقابله فعلا في القاهره يعني خلال 10 ايام. فبيقول لي طب مش كده من الاحسن ان انا ما ادخلش اصلا؟ طيب هو النهارده زي انا براجع معاكم، بس القرار اللي اصدر ان هو ايقاف اصدار فيزا اللوتري لفايزين اللوتري دي في 2026، بس بملحوظه ان المقابلات شغاله عادي. يبقى انت دلوقتي لو مستني مقابله عادي، انت هتحضر مقابلتك عادي، هتعمل كشف عادي، هتدفع الكشف، هتدفع المقابله، وهتاخد اجراءات اداريه، وهتروح بجوازاتك معاك سواء اخدوها منك او ما ادوهالكش، مفيش مشكله. ان المهم ان مش هتصدر فيزا ليك. وكنا سمعنا ان حاله السعوديه دي اللي هو الراجل اللي اخذ موافقه وكلموه اعتذروا له، تمام، انا كله نفس تحت السياق. تاني، يبقى حضرتك اخدت موافقه بدون اصدار التاشيره، للاسف اصدار التاشيره هيقف. حضرتك عندك مقابله، المقابله هتحصل عادي، وهتكشف كشف طبي عادي، وهتدفع كشف الطبي، وهتحضر المقابله، وتدفع فلوس السفاره، وهتقف محلك سر. تمام. طب انت خدت فيزا واصدرت ومعاك عادي جدا، انت هتسافر، هتسافر، هتدخل امريكا، هتدخل امريكا. عندنا حاله من كام يوم ولسه واحد حالا، الحاله الثانيه دخلت من شويه ودخلوا عادي جدا، ولسه هيسيب لي التفاصيل نبقى لنا عليها في فيديو بعد كده. طيب نرجع بقى للسؤال، انا عندي مقابله لوتري، طب انا عارف ان مش هاخد الفيزا، احضر ليه يا جدعان؟ طيب انا هقول لكم رايي وبكل امانه في الموضوع ده، احضر ولا ما احضرش؟ رجائي تحضر. ليه؟ لانك انت يعني دلوقتي انت تقف في طابور، تقف في دور، لانك انت ببساطه شديده ممكن هاجلها. طب افرض انت يعني قدام شويه ما نعرفش ايه ممكن يجرى. فعشان كده انا نصيحتي تحضر كشف طبي وتدفعه، وتحضر مقابله وتدفعها. انا عارف كويس ان الكلام ده ممكن واحد يقول لك طب انا ليه ادفع كل ده وانا مش ضامن؟ بس اسال نفسك السؤال التاني، طب انت لو ما حضرتش وفضلت حاطط ايديك على خدك ممكن قدام تندم. لان ممكن السفاره الله اعلم، يعني الله اعلم، لما تلاقي ان كله بيأجل المقابلات ما ممكن يلغي لك المقابله خالص. ما نعرفش ايه اتجاه السفارات في حاجه زي كده. فانا شايف ان اي بني ادم طبيعي وعاقل هيعمل الكلام ده وهيدخل السفاره عادي. طيب لو عايزين، ده رايي الشخصي، طب عايزين بقى نبص لها من منظور تاني، هي ليه السفاره بتعمل كده دلوقتي؟ في ناس تقول لك ده ممكن يبقى قصدنا عشان يعطلونا لغايه 30/9، والحمد لله انا على فكره كنت من الناس اللي توقعت ان ممكن تحصل حاجه زي كده في فيديو قريب يعني. هو للاسف يعني هو ما نقدرش نقول كده طبعا. هو السبب المعلن عشان بس نبقى فاهمين، السبب المعلن ان ان حضرتك احنا هنأجل اصدار الفيزا لغايه لما يحصل حاجه اسمها فيتنج او تحقق امني من الحالات. انا رايي شخصي ان قد يكون برضو ان الحاجه دي موجوده قضائيا، ان عشان برضو الخارجيه الامريكيه او السفارات الامريكيه تشيل فكره ان ممكن ان الناس تقعد ترفع قضايا زي ما بنسمع، ممكن ميبي يعني. ولكن هو زي ما اتفقنا الحاجه المعلنه ان السوشيال اللي هو السكيورتي فيتنج او ان هو التحقق الامني هو من حقه. فكره بقى ان قانون واحد تعرفه في الموضوع ده، ان لغايه 30/9 2026 حضرتك لو ما صدرش قرار في التحققات الامنيه دي، اغلق ملف اللوتري بتاعك وما فيهوش اي استئناف. اخر حاجه هقولها، خلي بالكم يا جماعه من شغل المحامين اللي هيحصل الفتره الجايه، والناس اللي هو للاسف كدابين الزفه اللي في النص يقول لك ايه، تعالى هنرفع قضيه باسم دفعه 26. الخارجيه الامريكيه ان المقابلات شغاله يا جماعه، هم شالوا يعني ايديهم من الحته دي، ان انت هتقاضي ايه؟ طب ما المقابلات شغاله، هو راجل بيتحقق امنيا. ما فيش حاجه اسمها ان محامي هيسرع لك الاجراءات دي، لان دي فتوى بتحصل ساعات ان المحامين يقولوا الكلام ده كله، تمام، لان الكلام ده شفناه من دفعه 2020 من ايام كورونا يعني. فنخلي بالنا، نخلي بالنا، نخلي بالنا، وبلاش فكره برضو الايه، فكره اللي هو ان ده كمين معمول لنا عشان ندفع فلوس. انا من اكتر الشهود العيان اللي شفت ان السفاره الامريكيه لما بيجي لها حاله من قبل ما يبدا ياخدوا الفلوس يقول لك لا خلي بالك انت عندك خطا من الاخطاء الكبيره اللي الموظف جوه هيرفضك، فمن فضلك ما تدفعش فلوس السفاره. فيا جماعه ده انا شاهد على كعيان على الكلام ده. فما حدش يقعد يفكر بمبدا المؤامره دايما اللي نقول عليه لا دي مؤامره معموله عشان ياخدوا فلوسنا، الكلام ده مش صحيح. واللي اي حد عايز يكتب كومنت انا هقدر ارد عليه، لان الكلام ده انا شايفه من شغلي خلال سنين مع السفاره الامريكيه في اكتر من 15 دوله حوالين العالم يعني. فهو زي ما اتفقنا، تحقق امني ادي واحد، يحمي نفسه ان يترفع قضايا على برنامج هو شغال، تمام. فالموضوع واضح بشكل يعني كبير.
الخلاصة احضر مقابلتك من فضلك، وأمن نفسك، لأن ممكن الموضوع يتحل سواء قريبا آجلا أم عاجلا، ممكن يتحل إن شاء الله. آخر حاجة خالص، لوتري 6/27 مفيش كلمة نافذة أو